1983 وتحديدا داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. الشرطة البرازيلية تطوق المكان بالكامل، وجوه المسؤولين شاحبة، والصحافة العالمية تهرع لنقل النبأ الصادم. في الطابق الثالث الزجاج الواقي مكسور والمنصة فارغة تماما. لقد اختفت أعظم جائزة في تاريخ الرياضة، الكأس التي رفعها الأسطورة بيليه وبكى من أجلها الملايين، سرقت في قلب ريو دي جانيرو. حول المخرجون هذه القصة إلى فيلم كوميدي ساخر، اعتقد الجميع أنها كانت مجرد مغامرة مضحكة لبعض الهواة، لكن الحقيقة على أرض الواقع كانت أشد ظلاما ورعبا. حقيقة لم تنتهي فقط بضياع تاريخ كرة القدم للأبد، بل انتهت بلعنة دموية غامضة لاحقت كل من لمس هذا الذهب، وتسببت في تصفيات جسدية مرعبة. فكيف سقطت القلعة المحصنة؟ ومن هو العقل المدبر الذي تجرأ على سرقة كبرياء أمة بأكملها؟ لكي نفهم حجم الكارثة يجب أن نعود إلى عام 1970. في ذلك العام حقق منتخب البرازيل الإعجاز بالفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، ووفقا لقوانين الفيفا الصارمة في ذلك الوقت، فإن الدولة التي تفوز بالبطولة 3 مرات تمتلك الكأس الأصلية مدى الحياة. عادت الكأس المصنوعة من الذهب الخالص إلى البرازيل كرمز للمجد الخالد، ووضعها الاتحاد البرازيلي في صندوق زجاجي مضاد للرصاص في الطابق الثالث من مقره الرئيسي. خلف هذا البريق الخارجي كان هناك خطأ هندسي غبي يثبت غطرسة المسؤولين البرازيليين. كان الزجاج من الأمام مضادا للرصاص، لكن الإطار الخلفي الذي يثبته في الجدار كان مصنوعا من الخشب الرخيص ومثبتا بقطع بلاستيكية بسيطة. كان المسؤولون يعتقدون أن لا أحدا يجرؤ على التفكير في سرقة كبرياء البرازيل، لكن هذا الكبرياء أعمى أعينهم عن شخص واحد كان يراقب كل شيء بدقة. اسمه سيرجيو. لم يكن رجل عصابات محترفا، بل كان مجرد موظف بنك بسيط، وله علاقات مشبوهة في العالم السفلي للبرازيل. كان سيرجيو يزور مقر الاتحاد بانتظام، ولاحظ هذا الخلل القاتل في صندوق العرض. عرف سيرجيو أنه لا يملك الجرأة لتنفيذ السرقة بنفسه، فقرر الاستعانة بمحترفين. استأجر رجلين، فرانسيسكو وهو خبير مشهور في فتح الخزائن، وخوسيه شرطي سابق طرد من الخدمة وتحول إلى مجرم عتيد. في ليلة 19 من ديسمبر نفذت العصابة خطتها. تسللوا إلى المبنى مستغلين غياب الأمن المكثف. لم يكن هناك سوى حارس ليلي واحد عجوز. بلمح البصر هاجمه المجرمان وقاما بتقييده وضربه ليبقى صامتا. صعد الاثنان إلى الطابق الثالث، ولم يحتاجا إلى متفجرات أو أدوات معقدة. باستخدام عتلة حديدية صغيرة قاما بخلع الإطار الخشبي الخلفي بكل سهولة. انزلق الزجاج وأصبحت الكأس في أيديهم. هنا حدثت المفارقة الصادمة.
كان الاتحاد البرازيلي يحتفظ بنسخة مقلدة تماما من الكأس داخل خزنة حديدية ضخمة ومقفولة بإحكام لحمايتها. العصابة بدافع الحظ الجريء أو الغباء المطلق تركت الخزنة المغلقة التي تحتوي على النسخة المزيفة، وسرقت الكأس الأصلية التي كانت معروضة في الخارج. هربت العصابة بالكنز، وفي صباح اليوم التالي استيقظت البرازيل على صدمة هزت أركان الدولة. أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي أن سرقة الكأس هي إهانة لكل مواطن، وخرج الأسطورة بيلي ليتوسل إلى اللصوص لإعادة الكأس، لكن التوسلات جاءت متأخرة جدا. أخذ بيرالتا الكأس إلى تاجر ذهب أرجنتيني غامض يدعى هيرنانديز. هنا ارتكبت العصابة الجريمة التي لم يغفرها لهم التاريخ. وفقا لتحقيقات الشرطة اللاحقة، قام هيرنانديز بوضع الكأس التاريخية التي صممها النحات الفرنسي أبيل لافلور داخل فرن صهر حراري. في غضون دقائق تحول مجد كرة القدم وتاريخ بيلي ودموع المشجعين إلى سبائك ذهبية صلبة لا تحمل أي ملامح، تباع في السوق السوداء ببضعة آلاف من الدولارات. ظن اللصوص أنهم انتصروا وأن الجريمة الكاملة قد نفذت، لكن عدالة كرة القدم أو ربما لعنة الكأس كانت لهم بالمرصاد. بعد فترة وجيزة قام مجرم صغير يدعى أنطونيو سيتا بإبلاغ الشرطة عن العصابة. لم يفعل ذلك من أجل المكافأة، بل قال للشرطة بالحرف: لا يمكنني تحمل رؤية كبرياء البرازيل يصهر، هذه خيانة للوطن. تم القبض على أفراد العصابة، لكن بسبب ثغرات قانونية في النظام القضائي البرازيلي تم إطلاق سراحهم بكفالة أثناء المحاكمة. وهنا بدأت التصفية الحقيقية. سيرجيو بيرالتا العقل المدبر عاش مطاردا وفقيرا، وقبل أن يعاد سجنه سقط ميتا بنوبة قلبية مفاجئة. أما الشرطي السابق خوسي فقد تم اصطياده في شوارع ريو دي جانيرو، وأطلق عليه مجهولون الرصاص ليموت في بركة من الدماء. لقد اختفى كأس ريميه للأبد، ولم يتبق منه سوى القاعدة الرخامية التي كانت محفوظة في مقر الفيفا بسويسرا. واليوم يتنافس عمالقة اللعبة على الكأس الجديدة، ولكن يبقى السؤال المحير: هل انتهت لعنة الكأس القديمة، أم أن بريق الذهب ما زال يخفي خلفه أسرارا ودماء لم تكشف بعد؟ هل تعتقدون أن الكأس ذوبت فعلا، أم أنها ما زالت مخبأة في مكان ما في هذا العالم؟ نراكم في القصة القادمة في مثل هذا اليوم. إذا أعجبكم هذا الوثائقي من قناة زي اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.